بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. هنعمل النهارده بانيه. معايا شرايح البانيه جاهزه، ومعايا هحط بقى عليها اتبلها دلوقتي مغسوله كويس جدا ومنقوعه. معايا ده خل وليمون على بعض، معلقه خل ومعلقه ليمون. معايا ميه بصل، معايا ملح وفلفل وحبهان وتوم. معايا هحط حوالي معلقه صويا صوص. هقلب الحاجات دي واسيبها ساعة 2 على بيات حسب وقتك، ونشوف هنعمل ايه بعد كده بعد ما نسيبها في التتبيلة مدة كافية. البانيه، شرايح البانيه خدت وقتها في التتبيلة. همسكها انا معايا بيضة كده، حطيت عليها معلقة مية وضربتها، سنة فلفل وسنة ملح، ومعايا البقسماط عليه الدقيق. انا بعمله خلط على بعضه. هاخد بالمنظر ده كده شرايح البانيه المتبله، هحطها في البيض، ومن البيض على الدقيق، على البقسماط اللي عليه الدقيق بالمنظر ده كده. قلبتها على الناحيتين اهي. من البيض هشيلها صفيها بالمنظر ده كده، اخدها كده لازم اتك عليها كويس علشان البقسماط معايا ما يفصلش. اتك عليها كده بالمنظر ده، وهخليها جانبا لحد ما اخلص الكميه بتاعتي، ونشوف هنحطها في الاير فراير ازاي. خلاص خلصت الكميه بتاعتي، بطنتها اهي بعد ما حطيتها في خلاص بطنت كل الكميه بتاعتي من البانيه. حطيتها في البيض وبعدين في الدقيق والبقسماط. اعمل ايه بقى الوقت عشان احطها في الاير فراير؟ هديها معايا البخاخه بتاع الزيت، هديها بخه من كل ناحيه كده، بخاخه خفيفه خالص، وهقوم قلباها، وعلى الناحيه التانيه برضو بخه خفيفه خالص، وهرصهم. وما اخلصهم بخه خفيفه خالص من كل ناحيه. وما اخلصهم هرصهم ونشوف هنعمل ايه. دي 3 قطع كبار اهمت. هقفلها الباقي وهحطها في الفيشه، واظبط بقى درجه الحراره ونشوف مع بعض. انا هظبط درجه الحراره على 200 واديها تلت ساعه ونشوف هتعمل ايه. ظبطتها على 220 دقيقه، هشوف هتبقى معايا. طبعا من حقي ان انا افتح في اي لحظه، وهي لما بتخلص ال20 دقيقه بتديني الصفاره بتاعتها. هنشوف مع بعض. معايا الفراخ استوت اهي، شايفين؟ طبعا مفرفشه مقرمشه وما فيهاش اي نسبه زيوت خالص. شايفين الجمال؟ ولا فيها زيت ولا فيها اي حاجه، زي ما احنا شايفين كده، صحي ومفيد.